شايفها جاية عليا من ورا الإزاز، فجريت عليها قبل ما تدخل المحل وقلت لها: وقفي عندك، رايحة فين؟ ارجعي ارجعي ارجعي، بلاش قرف بريحتك المقرفة دي. ردت عليا بحزن وقالت لي: معلش، حقك عليا، أنا جيت بس أطمن عليك وجبت لك أكل عشان عارفاك ما كلتش حاجة من الصبح. رديت عليها وأنا بسد مناخيري بقرف وقلت لها: خدي أكلك وامشي، أنا مش عايز منك حاجة، وإياكي تيجي المحل هنا مرة تاني، هتطفشي الزباين بريحة زفرتك، ومش بعيد أطرد من المكان ويتقطع عيشي لو صاحب المحل جه وشافك وشم ريحتك. لمت إيديها بالأكل ومشيت من غير ما ترد عليا، ورجعت المحل وأنا بفكر في حل مشكلتي اللي الظاهر ملهاش حل. رجعت البيت بالليل متأخر زي عادتي، كل ده عشان ما أشوفهاش، لأن ببساطة بقيت مشمئز منها وبنام في الصالة، وبزهق من محاولاتها إنها تقرب مني وإنها تخليني أدخل أوضة النوم تاني. بس حظي النهاردة بقى إني لقيتها صاحية ومستنياني. اتنهدت بملل ودخلت لقيتها جاية ناحيتي ومبتسمة، ولقيتها بتقولي: أحضرلك العشاء يا حبيبي، ما تقلقش، أنا استحميت وحاطة برفان ومش هتشم مني أي ريحة زفارة صدقني. قلت لها وأنا بصد وشي عنها: هو فين الحموم والبرفان ده؟ أنا مش شامم غير ريحة طيور مقرفة، ولا يكونش برفان بريحة الفراخ. ردت عليا بدموع بدأت تتجمع في عينيها وقالت: هو أنت بتعمل معايا كده ليه يا عاطف؟ أنا حقيقي مش فاهمة موقفك، أنت شايف نفسك بتتصرف معايا إزاي وبتقول عليا إيه؟ أنت بتهاجمني لمجرد الهجوم وبس. رديت عليها وأنا بزحها من قدامي وقلت لها: لأ، مش لمجرد الهجوم، عشان فعلا الوضع مش مريح أبدا بالنسبة لي. أنا يا ستي مش عايز مراتي تبقى فرارجية، وقصدي إن ده حقي. ردت عليا بعيون مليانة إصرار وقالت: وأنا مش هتخلى عن أمي وإخواتي وأسيبهم وهم في الحالة دي، وأظن ده حق أمي عليا، ولو هنتكلم على الحقوق فحقها هي عليا أكبر. اسمع يا عاطف، أنا مش هسيب المحل اللي فاتح بيته وبيصرف على أيتام، مش هسيبه لحد يسرقه وياخد رزقه ويجوعهم، ومش هستعر من شغلانة الفرارجية، الشغلانة اللي أمي ربتني وعلمتني وجهزتني وجوزتني منها. وبعدين اشمعنى دلوقتي ريحة الفراخ ضربة قوي في مناخيرك؟ ما انت كنت بتيجي عندنا البيت وأمي بتبقى لسه راجعة المحل وريحة زفارة الفراخ في هدومها وإيديها كمان، وكنت بتقعد معاها وبتاكل من إيديها عادي، ايه اللي اتغير يعني؟ رديت عليها بغضب وقلت لها: كنت باجي على نفسي يا ستي، وكنت بقول استحمل اهي ساعة أو ساعتين وهتمشي، إنما ما عملتش حسابي إني هعيش في الريحة دي طول عمري، أنا مش هستحمل كده. ردت عليا بهدوء وقالت: تمام، دلوقتي أنا أخواتي صغيرين ومفيش حد فيهم يقدر يقف في المحل، وأمي نايمة ومشلولة، والتلاتة اللي مسكوا المحل قبلي خلوا أمي تبيع غويشة من غوايشها اللي شايلها للزمن عشان تسد بس الديون. أنا الكبيرة ومش هسيب مركب أهلي تغرق وهم فيها، وبعدين يعني أنا شايفة إني مش مقصرة معاك في أي حاجة، لا في شغل بيتي ولا في تفاصيل تانية أنت ما تعرفش عنها حاجة، فشوف أنت الحل إيه من وجهة نظرك وقوله. رديت عليها بعصبية وقلت لها: بس أنا شايف إنك مقصرة، والحل اللي أنا شايفه إننا خلاص كده مش هينفع نكمل مع بعض. شوفي، عايزة الموضوع ينتهي بأي طريقة ونهيه، وعشان ما كنش ظلمك يا بنت الحلال، يا تختاري بيني وبين بيتك يا بين شغلانة الفرارجية. خلصت كلامي وسبت لها البيت ومشيت، رحت نمت في محل الهدوم اللي بشتغل فيه، وطول الليل أفكر يا ترى إحسان هتختار إيه؟ هتختارني وتختار بيتها، ولا هتختار الشغل؟ وفي النهاية نمت وأنا ضميري مستريح، عشان أيا كان اختيارها فده قرارها ومش هكون ظلمتها في أي حاجة. صحيت تاني يوم على تليفونها، ابتسمت وأنا برد عليها وفاكر إنها هتقولي خلاص ارجع يا حبيبي أنا هسيب الشغل عشانك، لكن لقيتها بتقولي:
أنا أخدت شنطة هدومي ومشيت عند أمي، والنهاردة على آخر النهار بعد ما أخلص شغل هبعت عربية نص نقل و2 عمال ياخدوا باقي كل حاجتي. شوف اليوم اللي يناسبك عشان نروح فيه للمأذون، هبريك واديك القايمة بتاعتك وترمي عليا اليمين. كلامها صدمني، ما كنتش مصدق ازاي تضحي بكل اللي بينا بالسهولة دي. كنت فاكر اني اغلى من كده عندها، لكن طلعت غلبان. قمت فتحت المحل وفضلت طول اليوم افكر هقول لأمي الخبر ده ازاي وهي بتحب إحسان وبتعتبرها واحدة من بناتها، وكانت دايما توصيني عليها. يا ترى رد فعلها هيكون ايه؟ فقلت لنفسي مش مهم، هتزعل شوية وتتخطى الزعل، أهم حاجة إن نفسيتي تكون مرتاحة، أصلها مش عايشة معاها، أنا اللي عايش معاها. وفي الآخر استجمعت شجاعتي اتصلت بيها عشان أقول لها، لكن لقيتها استقبلت الخبر بهدوء عجيب وبتقولي: إحسان اتصلت بيا امبارح وفهمتني على كل حاجة، وصدقني يا ابني لو ده كان قرارك انت وهي كانت متمسكة بيك، أنا كان هيبقى ليا تصرف تاني معاك، لكن اللي خلاني أسكت إن ده قرارها. وصدقني لما تخسر إحسان هتكتشف إنك خسرت حاجات كتير قوي، وهتشوف الفرق وانت عايش مع غيرها. أما هي فأنا واثقة إن ربنا هيعوضها خير، لأنها ما تستحقش إلا كل الخير. وانت يلي بقيت تقرف وبتستعر من شغلانة الفرارجية، ابقى شوف الأيام هتوريك إيه. استغربت موقف أمي وقفلت معاها، ولقيتها اتصلت بيا مرة تانية وبتقولي: رتب أمورك على الطلاق وما تطلقش دلوقتي، أجلها كام شهر، انهي كل حاجة وخلي اللي بينكم كلمة انت طالق بس، لكن ما تنطقهاش يا ابني، ما تنطقهاش غير لما أقولك أنا انطقها. سألتها عن السبب، لقيتها بتقولي: كده عشان دي رغبتي، اعتبر نفسك طلقتها وانساها، بس سيبها على ذمتك كام شهر. وافقت على كلامها وقلت لها ما عنديش مشكلة، أصلها مش هتفرق معايا يعني. وفعلا بدأت أنهي كل حاجة ما بينا، اديت لها كل عفشها وحاجتها، وهي ادتني القايمة بتاعتي، وموضوعنا بقى متعلق ومرهون على كلمة، وبدأت أحاول أتأقلم مع حياتي الجديدة من غيرها. عدى شهر من يوم ما إحسان سابت البيت، وعلى أول الشهر لقيت أمي بترن عليا عشان تقولي: إيه يا عاطف، اتأخرت ليه يا ابني وما بعتش الفلوس لحد النهاردة؟ أختك عايزة تدفع فلوس الدرس، وعايزين نجيب خزين للبيت، والتمن فرخات بتوع الشهر بعتهم يا ابني، إخواتك الأسبوع ده ما كلوش لحمة. رديت عليها باستغراب وقلت لها: فلوس شهر إيه اللي بتتكلمي عنها يا أمي؟ ردت عليا وقالت لي: يا ابني ال2000 بتوع أول كل شهر اللي بتبعتهم لي عن طريق مراتك، انت نسيت ولا ايه؟ غمضت عينيا وانا حاسس بنغزة في قلبي. اتاري إحسان بتدي لأمي وأخواتي فلوس كل شهر، وكمان فراخ، وبتقول لهم إن الفلوس دي مني أنا. طب دلوقتي هعمل إيه؟ هجيب منين ال2000 جنيه والتمن فرخات دول يعتبروا مرتب الشهر بتاعي كله؟ أخدت بعضي وأخدت الفلوس ونزلت اشتريت 8 فرخات، ورحت وديتهم لأمي. رحت وديتهم وأنا مش عارف هعمل إيه في مصاريفي وأكل وشرب باقي الشهر، غير فواتير النور والمية والغاز. كل ده إحسان كانت بتدبره إزاي؟ ده أنا مش بديها غير 3000 جنيه كل شهر. رحت على التلاجة اللي كانت دايما مليانة فاكهة وخيرات وجبن أشكال والوان، لكن لقيتها فاضية. وهنا اكتشفت إن هي اللي كانت شايلاني وشايلة أهلي مع أهلها، وأنا فوق كل ده وده كنت بعذبها ببعدي وانتقادي ليها وإهانتي ليل مع نهار. وغير كده من ساعة ما سابت البيت أخدت البركة والرزق معاها. صاحب الشغل بقى يخصم لي كتير جدا، وكذا مرة تتسرق حاجات من المحل واتحمل أنا تمنها. أحوالي اتدهورت، هدومي كلها وسخة وبيتي مكركب، أكل الشارع تعبني، وأمي وأخواتي بعيد عني ومش هقدر أروح لهم كل يوم أكل عندهم. أما هي فلسه واقفة في المحل مكان أمها وشغالة، بعدي عليها كل يوم تبصلي وتكمل شغل وتقطيع في الفراخ كأنها مش شايفاني. عدى على الموضوع ده 4 شهور بالتمام، الديون اتراكمت عليا وحياتي باظت
وما بقيتش عارف أديرها نهائي. واتأكدت إن حياتي الهادية النظيفة والبرفان الغالي اللي ما كانش بيخلص أبدا، أتاري الإزازة كانت بتتبدل بواحدة تانية من غير ما أخد بالي. كل ده إحسان اللي كانت بتعمله وأنا كنت في غفلة. وفي يوم قاعد مع نفسي بالليل قدام التلفزيون وجرس الباب رن. قمت أفتح واتفاجئت بأمي هي اللي على الباب. دخلت البيت وبصت حواليها، وبعدها بصت عليا وقالت لي: خلاص يا عاطف، كفاية كده يا ابني، روح بكرة ارمي اليمين على إحسان. خلي البنت تشوف حالها وتتجوز ابن حلال يرضى بيها وبريحتها وشغلانتها، ويعينها على اللي هي فيه، ويكون لها سند بجد. كلامها هزني. ما قدرتش أتخيل إني أحسنت كل حد غيري. مش عارف السبب الحقيقي إني محتاج لها في حياتي، ولا إني من جوايا بحبها بجد. لكن على كل حال أنا بصيت لأمي وسألتها بغضب: هو حد تقدم لها ولا إيه؟ ردت عليا بهدوء وقالت: أكيد يا ابني، أكيد هيتقدم لها حد واتنين وعشرة، وهي ناقصها حاجة يعني عشان محدش يتقدم لها؟ دي ست البنات. بصيت لها وما ردتش عليها. سبتها ونزلت جري على بيت إحسان. خبطت بعنف. فتحت لي وكانت بشعرها. زقتها لجوه ودخلت وقلت لها: انت ازاي بتفتحي الباب بشعرك كده؟ هو انت عارفة مين اللي على الباب؟ ايه، مالكيش راجل؟ انت لسه على ذمتي على فكرة. ردت عليا وهي بتربع ايديها على صدرها وقالت: لا ماليش يا عاطف، الظاهر ان الراجل ده نسي ان احنا متفقين على الطلاق، وان كل اللي بينا انتهى خلاص. رديت عليها بهدوء وقلت لها: لا ما انتهاش يا إحسان، مفيش حاجة انتهت. أنا مش هطلقك، خشي البسي حاجة ويلا بينا على بيتنا. ردت عليا بوجع وقالت: لا يا عاطف، أنا مش هروح معاك في حتة. انت هنتني ودوست على كرامتي وأنا مش مسامحاك ولا هسامحك. ثم انت ازاي دخلت بيتنا وواقف كده عادي؟ مش خايف تتخنق من ريحة الزفارة بتاعتنا؟ رديت عليها وأنا بقرب منها، وفعلا مش شامم أي ريحة زفارة المرة دي. قلت لها: لا مش خايف، ومش هتخنق وهتعود، وآسف وحقك عليا، أنا غلطان وندمان. لسه كانت هترد عليا، بس صوت أمي اللي جه ورايا سبقها وهي بتقول: يلا يا بت، يلا ادخلي لم حاجتك وعلى بيتك مع جوزك وتعاتبوا ببيتكم وخلاص. أنا هو اللي بقولك، ابني عرف غلطته في حقك وعمره ما هيكررها مرة تانية. بس أنا ليا شرط يا عاطف، إحسان مش هتحط مليم في بيتك، فلوسها لنفسها ولعيلتها. قلت لها: وأنا موافق يا أمي، فلوسها ليها ومش عايز منها أي حاجة، وأنا هشتغل شغلانة تانية وأكفي بيتي. وفعلا رجعت معايا إحسان على بيتنا، والغريبة من اليوم ده ما بقيتش أشم فيها ريحة فراخ أو زفارة أبدا. كأن الزفارة دي كانت نابعة من جوايا أنا، من تفكيري ونظرتي السطحية للأمور. والنهاردة أنا بكلمكم وأنا واقف على رياشة الفراخ بنفسي. أيوة، زي ما سمعتوا كده، أنا اشتغلت في المحل مع مراتي، زيادة على شغلانتي كمان في محل الهدوم، وتعودت على الريحة لدرجة إني حاسس إنها بقت جزء مني، ولازم أشمها كل يوم، عشان معنى إني بشمها إن في رزق وخير وبركة. وعرفت إن الزفارة كانت في قلبي اللي استعر من نعمة ربنا. ولما قلبي نضف، ريحة الرزق بقت أحلى من كل برفانات الدنيا.